السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ونضيف زي منور وتدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. طبعا تحياتي للجميع الأول وقبل كل حاجة. بنتقدم بالتعازي لكل شهيد في مصر، لكل الناس اللي كانوا في حادثة القطر امبارح. وطبعا والله يا جماعة اضطرينا بكده ان احنا هنوقف القناة بتاعتنا لمدة يومين، مش هيبقى في حلقات تنزل. طبعا حاجة تحزن جدا، حاجة تزعل جدا. يعني وصلنا لدرجة ان احنا نشوف افلام رعب، وصلنا لدرجة ان احنا نشوف حاجات وللأسف ان هي مش افلام، لا دي حقيقة. لكن يعني هنقول ايه؟ كل اللي احنا هنقوله ان احنا في مصر، اللي دمنا فيها رخيص بس مش اكتر. تمام. طبعا لما تشوف، يعني تسمع القصص وتسمع الروايات اللي انت شفناها امبارح وسمعناها. سواق قطر نزل عشان يتعارك مع سواق قطر، القطر اللي كل الناس في اي مزلقانه وفي اي محطه سكه حديد تبقى عامله له حساب. سواق قطر يعني مش عارف، مش راضيه توصل بصراحه، مش راضيه تنعقل ان نوصل مش عارف ايه ده. لما تقول له واحد هو القطر دخل كده ليه وعمل كده ليه والناس دي ماتت ازاي؟ بس سواق القطر نزل يتعارك مع سواق تاني. استهتار بروح الناس، اهمال، عدم انضباط، حاجات كتير غريبة. يعني مش عارف. بنشوفوا حاجات وبنشوفوا افلام رعب، بنشوفوا اشكال، بنشوفوا يعني سبحان الله. يمكن يكون احنا كنا مع الناس دي امبارح، الله اعلم احنا قاعدين فين. الواحد بدأ دلوقتي ان هو قاعد في بيته. انا على فكرة طريق السكة الحديد قريب مننا برضو هنا، يعني ممكن يطلع القطر يتمشى كده يدندن لحد ما يوصل عندنا هنا. يعني خلاص انت ما روحك، ما انتش عارف هتروح امتى بس للاسف ان دلوقتي اغلبيه الناس اللي بتموت ما بتموتش يعني الموتة اللي هي الطبيعيه، فاهمني؟ يعني الموتة اللي هي ايه، واحد مثلا يجي له سكته قلبيه، واحد مثلا كبر في السن ومات، شاب مثلا قاعد في بيته ومات. اغلبيتهم لا مش كده. اغلبيه الموتات دلوقتي بتبقى بسبب الاهمال. اغلبيه الموت دلوقتي اللي بيحصل في مصر كله بسبب الاهمال. طبعا لما تشوف حاجه زي كده وتسمع حاجات زي كده وتشوف فيديوهات زي اللي احنا شفناها امبارح، ما ينفعش ان انا انزلها على القناه عندي، لان طبعا يوم ما ننزل فيديو زي ده هيتن عباره عن بصمه سودة في حياه يعني مش هنقول لكم هي بصمه سودة في حياتنا كلنا والله الموضوع ده، بس هيتن بصمه سودة في حياه القناه كمان. يعني هنتن كل ما نفتح القناه بتاعتي نفتكر الموضوع ده. اولا احنا يعني في الاخر نقول ربنا يصبر اهالي الناس ديت، وربنا يصبر مصر كمان على اللي بيحصل فيها واللي بيحصل ده. ما تقوليش قضاء وقدر، امانه عليكم يا جماعه، ما حدش يقول قضاء وقدر او الناس دي نصيبها كده زي ما بنقوله على طول. لا ده مش قضاء وقدر، ده اهمال وتقاعس وناس بيدوروا على حاجات مقابل روح بني ادم. يعني ناس بتدور على مصالح مقابل روح بني ادم. يعني مش مشكله روح البني ادم دي تروح في 60 داهيه مقابل ان انا ناخد مصلحه. شوفوا وصلنا لحد فين. يعني الاول كنا بنقطع على بعض في المصالح، دلوقتي ان انا نضيع روحك عشان ناخد مصلحه. يعني انا مش عارف يعني ازاي سواق قطر يجي له جرأة يقول انا نزلت نتعارك مع سواق القطر التاني لما خبطني. ده انت لما تبقى ماشي في شارع وعربيتين يخبطوا في بعض بتلاقي الظابط جالك بالونش والدنيا تنقلب وتشوف حاجات غريبة. عارف ليه؟ علشان انت مالكش ظهر، او علشان انت مش موظف في الوقت ده، او علشان انت ليه ما يتعملش كده مع الموظفين؟ ليه ما يبقاش فيه انضباط على الموظفين؟ ليه ما يبقاش فيه ان تطلع رقابه على الموظفين، وبالذات اللي بيشيلوا ارواح الناس على المطارات، على المواني، على المحطات السكك الحديد، على النقل العام، على الكلام ده كله؟ ليه ما يبقاش عليهم رقابه؟ ليه الرقابه هتشتغل لمده اسبوع او اسبوعين، بعد كده كل سنه وانتم طيبين هتنتهي الرقابه تاني وكل واحد يقعد في بيته تاني ملوش دعوه باي حاجه. تمام. طبعا المطلوب بس حاسس من المطلوب شده شويه على الناس ديت. المطلوب ان انتوا توصلوا للناس ديت فكره ان دي ارواح بني ادمين. المطلوب ان هنوصله لمين؟
مين فيكم شاف علاء السواق بتاع القطر امبارح مع الاستاذ وائل الابراشي في الحلقه بتاعته؟ مين شافه؟ شفتوا يا جماعه كان بيتكلم ازاي؟ او كانت طريقته ايه؟ الله اعلم، ممكن يكون هو اسلوبه كده في الكلام، او بس طبعا يدل بنسبه 100% ان ما يصلحش سواق قطر، ما يصلحش سواق ان هو نأمنه على روح بني ادمين يركبوا معاه، او يمشي بقطر في وسط سكه حديد او كلام من ده كله. علاء ده يقول سوق، علاء ده يعني المفروض يسوق القطر اللي هو بيحط له البتاع بتاع الاطفال ده، اللي هو القطر اللي بيقعد يلف في الشقه ده. المفروض علاء ده يسوق القطر ده يعني. بس هنتكلم هنقول ايه؟ الكلمه الاخيره هنقول انا لله وانا اليه راجعون، وربنا يصبر اهاليهم، ونقول لكل الناس دي البقاء لله. وفي الاخر مع ان انا مش واثق منها شويه، مش واثق يعني، مش واثق في الكلمه اللي هنقولها، يا رب دي تكون اخر الاحزان يا مصر، يا رب دي تكون اخر الاحزان يا مصر. اسفين يا جماعه، طبعا هنقطع الفيديوهات بتاعتنا لمده 3 ايام، منهم اول يوم النهارده. تمام. طبعا حداد على كل روح شهيد، مش موضوع القطر بس، على شهيد مركب، على شهيد قطر، على شهيد عربيه. هنقطع الفيديوهات لمده 3 ايام، مش هنصور اي حلقه ننزلها على القنوات عندنا. تمام. باذن الله بعد 3 ايام هنرجع لكم تاني، حتى يكون المأساة دي خفت شويه عن مصر وخفت عننا شويه. شكرا لكل الناس اللي في الدول العربيه اللي بتعزي المصريين. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي متابعينا واللي منورينا على القناه واللي مشتركين معانا. معلش نستحمل، اللي بيحب مصر لازم يستحمل، لازم يستحمل حتى ولو على حساب روحنا يا جماعه. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله.